امتحان العربي ثانوية عامة 2024. الامتحان الحمد لله خلص. كلنا نحمد ربنا ونشكر ربنا ونقول الحمد لله. أول مادة عدت بسلام الحمد لله. أغلبية الآراء بتقول إن الامتحان كان حلو وكان سهل وكان جميل، وكان الناس عرفت تحل. هي بس المشكلة كانت إيه في معظم الناس؟ إن الوقت كان قليل، وده أمر طبيعي بالنسبة لبعض الناس، إن هي مثلا ما بتكونش حلت كتير أو ما بتكونش اتعودت على نمط الأسئلة الكتير في وقت قليل، فبالتالي لاحظت إن الوقت معاها ما كفاش. احنا مش جايين نتكلم عن النقطة دي، لأن النقطة دي علاجها بإذن الله في باقي المواد، اللي انت تحل كتير، تحل امتحانات شاملة كتير، بحيث ان انت تتعود على عدد الأسئلة الكتير في وقت قليل. احنا جايين نتكلم ان خلاص مهما كان انت عملت ايه في الامتحان العربي، حليت كويس او ما حليتش، فانت تقول الحمد لله وتركز في اللي جاي. اللي جاي هو اللي هيخليك تجمع درجات، هو اللي هيخليك تحصل درجات. دلوقتي انا لو يكن مثلا ان الامتحان العربي انا ما حليتش فيه كويس، وغلطت غلطات كتير، ورجعت للاسف، مع ان انا ما بحبش ان انت تخرج من الامتحان تراجع على طول، وما بحبهاش لان هي بتشتت شويه، يعني لان هي بتشتت شويه. بس ولكن انت رجعت وعرفت ان انت عندك غلطات كتير في العربي، لو هتأثر عليك في المواد الجاية اعرف كده ان انت ماشي غلط. صدقني خلاص ارضي من الصفحة دي، صفحة واتقفلت. العربي خلاص خلص، ركز في اللي جاي. اللغة التانية ركز فيها، الانجليزي ركز فيه. الكلام ده كله مهم، هو ده اللي هيخليك تجمع درجات. 80 درجة في العربي ممكن تغلط منهم 20 درجة، بس المواد التانية ما تنقص كتير، ما تنقص كتير في المواد التانية. خلاص العربي خلص زي ما قلنا، ركز في المواد اللي جاية. انما انت لو انت حليت حلو في العربي خلاص الحمد لله، وركز برضو في المواد اللي جايه، لان انت مهما كنت حليت حلو في العربي، فبالتالي انت برضو محتاج المواد اللي جايه عشان خاطر تجمع بيهم الدرجات. الفكره وصلت صح؟ فاستعين بالله كده، باذن الله اللي جاي كله خير، وان شاء الله اطلع معاكم فيديوهات جايه تاني. فانت استعين بالله كده وقول يا رب وقف معايا، وباذن الله كل المواد اللي جايه تبقى تعدي على خير كده زي العربي باذن الله.